السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد معايا في إشراقة سعيدة. وحشتوني كتير جدا. النهاردة هنعمل وصفة الحليب المحلى المكثف اللي بنحتاجه دايما في عمل الحلويات. هنعمله في البيت بطريقتين مختلفتين، وكالعادة هنعمله بمكونات متوفرة في البيت، وكمان هيكون أحلى وأوفر من اللي بنشتريه جاهز من بره. تمام، اوفر منه بكتير طبعا، وكمان زيه بالظبط ويمكن احلى كمان واتقل منه. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، وما ننساش ندوس لايك للفيديو ونشوفه للاخر، ونعمل شير. ولو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء ودي قناتي اشراقة سعيدة، ويا ريت نعمل سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد مني، وما ننساش نفعل الجرس. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندنا طريقتين، طريقة اصلية وطريقة سريعة. هنشوف الطريقتين بيتعملوا ازاي. بداية كده هنبدأ بالطريقة الاصلية. معانا كوبايتين من الحليب او من اللبن، و3/4 كوباية من السكر. تمام. وربع معلقة من البيكربونات الصوديوم. تمام، اللي هي الكربونات. كده فضيت كوبايتين الحليب في كسرولة على نار هادية كده علشان نغليه. ومعانا ضفت عليهم طبعا السكر. تمام، ورشة البيكربونات او اللي هي حوالي ربع معلقة صغيرة. وهنفضل نقلبهم كويس كده على النار. تمام، زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. وناخد بالنا جدا لان اللبن هيجي يبدا في الغليان بعد كده، فناخد بالنا قوي من اللبن وهو على النار. تمام، هنا كده بنتاكد طبعا بنقلبه كويس عشان السكر يدوب بسرعه في اللبن. تمام، هنا ضفت كده حوالي يعني رشه من ماء الورد او موارد. وكمان كان ضفت برضو عليهم فانيليا في الاخر بعد ما نزلتهم من النار. تمام، هي دي المكونات بس. بنجيب معلقة خشب كده بنحطها على الكسرونة من فوق كده. تمام، علشان الغليان بتاع اللبن والفوران. تمام، وناخد بالنا كويس. طبعا هنا بقى بنبدأ ان احنا بنهدي النار. تمام، وبنقلب بالراحة كده. تمام، وطبعا حاطين كده المعلقة بالطريقة دي عشان ما يخليش يعني اللبن يخرج برا لو فار. تمام، وبنقلب شايفين كده الفوران والغليان بتاع اللبن. تمام، ولونه بيبدأ يغمق معانا. تمام، كل ما بيعدي وقت كل ما لونه بيغمق. طبعا احنا حسبناه حوالي 40 دقيقة، من نص ساعة ل 40 دقيقة على النار. على حسب ما بيتقل معاكي، كل ما بتسيبيه كل ما بيتقل معاكي اكتر. تمام، شايفين. تمام، هنا كده طبعا هنا كده على النار. كمان لما بنفضيه وبيهدى خالص او بيتحط في التلاجة لتاني يوم، سمكه بيتقل اكتر واكتر. تمام، فانا طبعا طفيت عليه كده النار ونزلته كده. تمام، في بولة وبسيبه يهدى خالص كده. تمام، او بنسيبه في التلاجة لتاني يوم بيديني النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين الجمال والتقل بتاعه والطعم طبعا زي بتاع اللي بنشتريه من برا. تمام، اللي هو الجاهز. تمام، واوفر بكتير، مستخدمناش فيه غير السكر والحليب. فشايفين الجمال ده هنستخدمه في كل انواع الحلويات تقريبا. حلويات كتير بندخل فيها الحليب المكثف وبيطلع نتيجة رهيبة. شايفين التقل والجمال، حاجة بسم الله ما شاء الله، تحفة ورائع جدا. اللي متعود يشتريه من بره وما عملوش كده او ما عملشوش بالطريقة دي كده يجرب يعمله، نتيجة رائعة. ونشوف بقى الطريقة التانية السريعة. هنجيب كوباية من الحليب البودرة. انا مستخدم حليب نيدو، اي نوع حليب تحبوا تحطوه اللي هو بودرة. ومعاه كوباية من السكر. تمام، وبنحطهم في الخلاط. وبنكون جايبين كوباية
نص كوباية من المية المغلية بنضيفهم عليهم. تمام كده. وبنخلطهم طبعا بقى في الخلاط جامد، ودي بتكون النتيجة. شايفين؟ دي اسرع طريقة طبعا، الطريقة السريعة. شايفين الجمال عامل ازاي واللون. مهم قوي المية تكون مغلية لما نضيفها عليه. تمام. شايفين هنا كده، ده هنا كده بعد قبل ما يعني بنسيبه في التلاجة ده وهو سخن. تمام. كمان يعني لسه هيتقل لما يتحط في التلاجة لتاني يوم. شايفين عامل ازاي؟ رائع 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 يعني. وبكده نكون عملنا طريقتين للحليب المكثف. طريقتين سهلين جدا، مش مكلفين خالص، بطريقة سهلة ومقادير موجودة ومتوفرة في البيت. يعني مش هنأفور زي المحلات اللي بتبيع اللبن المكثف بسعر باهظ. تمام. وطريقته سهلة جدا ومفيهوش يعني اي حاجة معقدة خالص، لا. شايفين الجمال؟ وهنا طبعا بعد ما خرجوا من التلاجة شايفينهم عاملين ازاي. هنا بنحفظهم في برطمانات كده زي ما انتم شايفين. تمام. بنحفظهم في التلاجة طبعا. شايفين عملنا الكمية دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع ألف سلامة.